اثبت لك ان دي افجر نسخه واتساب هتشوفها في المجال كله. طبعا عندك هنا بيقول لك حرق اي نسخه بمكالمه. لو فعلت ده كده ورنيت على اي شخص واتساب او بعت له رساله، هتحرق النسخه بتاعته، مش هتفتح تاني خالص. عندك هنا بيقول لك مسح كل الجروبات. عندك هنا بيقول لك اضافات فيروس كامله فيها كميه مميزات لاول مره تنزل في المجال. عندك هنا بيقول لك حظر ارقام وفك حظر ارقام. عندك هنا بيقول لك تفكيك وقت الريكورد. وعندك هنا بيقول لك تحركات انتقالات 3 دي وتحركات في الشات. وطبعا لو عايز تحط صورتك في الشات من جوه في كل حته في النسخه، حاجه جمدان الجمدان. دي اقل مميزات في النسخه. تابع الفيديو للنهايه عشان تعرف الباسورد، ولا بنا نخش على الشرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا يا اخواتي رجعت لكم في فيديو جديد كالعاده وبنسخه جديده، بس يا ريت قبل ما نبدا الشرح لايك وكومنت، ولو اول مش هتشترك على القناه اشتركوا وفعل زر الجرس. طبعا يا برو النسخه بتاعتنا شكلها من بره اهيت. طبعا النسخه تتثبت معاك جنب اي نسخه، مفيش اي مشكله. ونسخه طبعا هتبقى بباسورد، فتابع الفيديو للنهايه عشان تعرف الباسورد بتاع النسخه. طبعا يا برو ده شكل نسختنا من بره. اول ما نخش النسخه كده هتفتح معانا بالواجهه الجميله دي كده. هتخش تسجل في النسخه، مفيش اي مشكله. تخش كده وتكتب رقمك وتسجل في النسخه. تمام، هسجل برقمي واجي لكم. طبعا يا برو سجلت بالرقم بتاعي، مفيش اي مشكله. النسخه فتحت معايا بالشكل الرايق جدا ده كده، حاجه جمدان الجمدان. عندك الدردشات وعندك المجموعات اهيت وعندك الحاله وعندك المكالمات. تمام كده تمام. طبعا انت واخد بالك من التحركات ديت. دي بص اقل حاجه في النسخه فيها كميه مميزات، يعني بجد افجر نسخه في المجال النسخه ديت. عندنا اول ميزه ممكن نشغل اكتر من رقم على النسخه، مفيش اي مشكله. تاني ميزه معانا ممكن نفعل وضع الطيران ونقطع النت عن النسخه، يعني ولا هنستلم رسائل ولا هنبعت رسائل. وبعد كده لو عايز تفعل اللايت مود اللي هو اللون الفاتح هوريهولك في نهايه الفيديو. هنيجي على الثلاث شرط كده. بص بقى يا حبيب قلبي، عندك هنا بيقول لك تحديثات النسخه، وهنا بيقول لك خش هتجيبك. هتخش على كلمه خش هتجيبك ياض ديت اللي هي تالت واحده. تمام، هتخش على كده هيفتح معاك البرايفسي بتاع النسخه بالشكل ده اللي هي الاضافات عامه. تمام، اول حاجه بقول لك هنا نورت واتساب القناص والطيب، وعندك كلمه اضافات القناص اندرويد، وعندك كلمه خش هتجيبك هنا يا ولا. تمام، هنضغط على كلمه خش هتجيبك هنا يا ولد دي كده. تمام يا ولد. طبعا يا برو هتفتح معانا بالشكل ده كده. اول حاجه بيقول لك تعيين صورتك الشخصيه ديت. دي تساقط الثلج. تمام، دي تساقط الثلج. عايز تلغي تفعيله بتلغي تفعيله من هنا كده. تمام، عايز تسيبه زي ما هو مفيش اي مشكله. طب لو جينا خرجنا كده، عندك بيقول لك تحركات الشات يا صديقي. بص بقى تحركات الشات، بيقول لك خش هتجيبك. هتخش على كده هتختار التاثير اللي يعجبك. دي تاثيرات لما تيجي مثلا تتحرك في جوه الشات او بره الشات بتعمل لك تاثيرات رايقه جدا كده، هتعجبك. تحركات جامده جدا. تختار التاثير اللي يعجبك مفيش اي مشكله. طبعا كل حاجه شغاله. عندك انا بقول لك انتقالات يا صديقي اللي هي انتقالات 3 دي لما تيجي تنتقل من جروب لشات زي ما انا وريتك دلوقتي. انا كنت مختار رقم 7 عشان ده احسن شكل فيهم. تمام، ممكن تختار الشكل اللي يعجبك مفيش اي مشكله. طبعا عندك هنا بقول لك تفيك وقت الريكورد. لو ضغطت عليه كده تختار اي وقت من ده بتخليه وقت الريكورد بتاعك. ان كان الريكورد بتاعك ثانيه او ثانيتين فبيظهر عند صديقك الوقت اللي انت اخترته ده. تمام تمام. عندك هنا بقول لك حظر ارقام وفك حظر ارقام. بص بقى يا حبيب قلبي، عندك اول اكواد هنا دي كلها حظر ارقام. تمام، طب دلوقتي انا عايز احذر رقم القناص، هعمل ايه؟ هتضغط على اي كود كده مفيش اي مشكله. هيبدا ان هو يطلع لك الجيميل بتاعك تلقائي مفيش اي مشكله. بعد ما يطلع لك الجيميل بتاعك هتبدا ان انت تضغط موافق مره واحده مفيش اي مشكله. وهتخش جوه على الجيميل هتلاقيه هو حاط لك الرساله بتاعتك. طبعا هو طالع الجيميل معانا مفيش اي مشكله اهوت. تمام، تضغط مره واحده فقط. تخش تمسح الرقم اللي هو حاططه لك وتحط رقمك بس وتبعت للشركه. هو بيحط لك الكود وبيحط لك بريد الشركه وكل حاجه. تمام كده يا برو. تمام، عندك هنا بيقول لك اضافات الفيروس يا صديقي. دي اضافات الفيروس اللي هي عدم التهنيب وكده. تمام، هوريها لك دلوقتي. عندك هنا بيقول لك مسح كل الجروبات. لو فعلت ده كده هتمسح كل الجروبات بتاعتك. عندك هنا بيقول لك حرق اي نسخه يا صديقي. تمام، حرق كل النسخ يا صديقي. يعني ايه حرق كل النسخ يا صديقي؟ هتفعل ده كده وهتروح ترن على اي شخص او تبعت له رساله. مجرد انت ما ترن عليه او تبعت له رساله عاديه النسخه بتاعته بتتحرق ما بتفتحش تاني خالص. تمام، اللي هي نسخه الواتساب. عندك هنا بيقول لك اظهار علامه التوجيه، وطبعا اخفاء اخر ظهور، واضافه نسخ البلس اللي كلنا عارفينها. نخش بقى على اضافات الفيروس. بص كده هنخش على اضافات الفيروس هيفتح معانا بالشكل ده كده. عندك اول حاجه بيقول لك اضافات القناص والطيب. تمام، بص بقى يا حبيب قلبي، عندك هنا بيقول لك فحص الرسائل واللينكات. تمام، انا بقول لك اخفاء الفيروس من عندك. الفويس من عندك ده بقول لك تشفير فيروس اللينكات. خلينا متفقين ان كلمه تشفير يعني معناها عدم التهنيج. تمام، هنا بقول لك تشفير فيروس الصور، وده بيقول لك تشفير كونكتات 41 و66، وده بيقول لك تشفير فيروس الخريطه، وده بيقول لك تشفير فيروس الملفات، تشفير فيروس الويب، ازاله المنشن الوهمي. لو حد جه يعمل لك منشن وهمي في اي جروب بيزيله مفيش اي مشكله، يعني محدش عارف يعمل لك منشن. تمام، تشفير فيروس الكتالونوج، تشفير فيروس كونكتات 41 و66 100%، تشفير فيروس قراءة المزيد، تشفير الشاشة كاملة اللي هو الشات كامل من جوه، الشات كله بيتشفر. تمام، عندك بيقول لك تشفير فيروس الضغط. عندك ده بيقول لك تشفير فيروس العربة. ده بيقول لك ازالة المنشن الوهمي. ده بيقول لك تشفير فيروس الكتالونوج 100%. انا بقول لك بيعرف لك مين عامل لك اخفاء للستوري، يعني مين اللي عامل لك اخفاء ان انت ما تشوفش الستوري بتاعه.
هنا بيقول لك تحت قراءة المزيد، هنا بيقول لك تسريع النسخة جوه الشات، وده بيقول لك تشفير فيروس البوت، وده تشفير فيروس البوت 1، وده تشفير فيروس البوت 3، وده تشفير فيروس البوت 4. تمام كده. تمام. طبعا دي كلها زراير لعدم التهنيج من اي فيروس للناس بتاعت الفيروس. تمام. تمام. عندك كلمة اضافات تانية هتعجبك. تمام. هتخش عليه كده. بص بقى، عندك ده بيقول لك ارفع نفسك ادمن، ده هيرفعك مشرف في اي جروب بس هيبقى وهمي مش هيبقى حقيقي. تمام. ده بيقول لك اعمل منشن للكل برساله، لو فعلت ده كده وكتبت اي رساله في جروب بتعمل منشن للكل. تمام. هو بيخش الجروب بيلاقي نفسه معمول له منشن بس هو في الاساس ما تعملوش حاجه. تمام. ده بيقول لك الرد التلقائي، وده بيقول لك نزل كل اللي في الادمن بضغطه واحده. ده بيقول لك منع نسخ اي رساله. ده بيقول لك ابعت رساله بسرعه. تمام. الرسائل بسرعه وكده. ده بيقول لك تشفير فيروس الكونكتات، وده بيقول لك فعله لو النسخه مهنجه معاك. وده بيقول لك مين بيعرفك مين اللي رفعك ادمن ومين اللي نزلك من الادمن. تمام. تمام. ده بيقول لك تحديثات الويب، ده تحديثات الويب. تمام كده. تمام. ناخد اول رقمين في الباسورد 99. تابع الفيديو النهائي عشان تعرف اخر رقمين. تمام. تمام. طبعا لو جينا خرجنا كده، دي برضو كتابات نسخ البلاس لو عايز تعمل باسورد للنسخه وكده، اكيد الكل عارفها يعني. تمام. نسخه طبعا متعربه كامله. عندك هنا بيقول لك كلمه خش هتجيبك يا ولدي، شرحناها. تمام. عندك هنا بيقول لك اضافات القناص اندرويد، هنخش على كده. بص بقى يا حبيب قلبي، ده بيقول لك اظهار ايقونه اضافه الحسابات، لو فعلت ده كده هيظهر لك ايقونه اضافه الحسابات اللي هي ممكن تشغل اكتر من رقم وكده. تمام. هي بتبقى متفعله مفيش اي مشكله، سيبها متفعله. تمام. ده بيقول لك فعله عشان تستلم الرسائل بس، لو فعلت ده كده هتستلم الرسائل بس مش هتعرف تبعت الرسائل. تمام. ده بيقول لك عشان تبعت الرسائل بس، لو فعلت ده كده هتبعت الرسائل بس مش هتعرف تستلم. تمام. ده بيقول لك بيعرفك صديقك مسح الرساله امتى. تمام. لو في رساله بينك وبينه في الشات وهو مسحها بيعرفك هو مسحها الساعه كام وكده. تمام. تمام. ده بيقول لك فعله عشان تسجل صديقك باسمه. يعني ايه؟ يعني هو بيبقى كاتب اسمه على الواتساب، مجرد انت ما تفعل ده هتلاقي وتيجي تسجله هتلاقي هو الواتساب بيسجلك الشخص ده بالاسم اللي هو كاتبه على الواتساب وكده. ده بيقول لك تعيين عنوان للرساله المخفيه. تمام. اللي هو ممكن انت تبعت مثلا اي رساله مخفيه ما فيش اي مشكله في الشات. ده بيقول لك تعطيله مشغل الفيديو، هتفعل ده كده عشان تقدر ان اي حد يبعت لك فيديو تسمعه ما فيش اي مشكله. تمام. ده بيقول لك اخفاء الرسائل المتشفره، ده بيقول لك اخفاء الشات المحذوف. تمام. هنا بيقول لك تعطيل قراءه المزيد، وده بيقول لك تعطيل الشريط الجانبي للاتصال. تمام. واخر حاجه بقول لك تسريع الشريط الجانبي للاتصال. طب لو جينا خرجنا كده، عندك السمات اهيت، لو السيم بتاع النسخه مش عاجبك ممكن تحمل اي سيم. وعندك برضو كليه الشاشه الرئيسيه، نخش على كده ونخش على كلمه الحاله وهننزل تحت هتلاقي هنا بيقول لك حاله اكتر من 5 دقائق هتفعلها عشان ترفع استر اكتر من 30 ثانيه. تمام. تمام. ولو جينا خرجنا كده وضغطنا على كلمه الكل سيم لجميع الواجهات هنخش على كده وهنخش على كلمه الاعدادات، وبعد كده هننزل تحت هنلاقي هنا بيقول لك زرار تحويل لاكتر من 250 شخص، هتفعل ده عشان تاخد الرساله اعاده توجيه لاكتر من 250 شخص. تمام كده. تمام. طب لو جينا خرجنا كده، عندك شاشه المحادثه ووجهات اف ام والتحديثات وتابع المطور، ولو عايز تبعت النسخه لاصحابك وكده. تمام. اضافات نسخ البلس اللي كلنا عارفينها فمش مش محتاجين ان انا اشرحها في كل مره. تمام. تمام. طب لو جينا خرجنا كده نشوف شكل الواجهه بتاعت النسخه ونشوف الجمدان كله. طبعا دي الواجهه اهيت، ودي طبعا تاثيرات اللي هو تنتقل من جروب لشات، شايفه ده التحرك 3 دي. تمام. تمام. دلوقتي بقى نشوف الشات بتاعنا من جوه، هنيجي كده علامه الزائد، ثواني، هنيجي على الثلاث شرط، وعندك هنا بقول لك خش هتجيبك، طبعا دي اللي احنا شرحناها دلوقتي، وده جدولة الرسائل، وده الرد التلقائي، وده اعاده تشغيل الواتساب، وده ارسال الرقم من غير ما تسجله، وده ارسال رساله جماعيه، وده مجموعه جديده لو عايز تعمل جروب، وده بقول لك رساله جماعيه جديده لو عايز تعمل بي سي، وده الاجهزه المرتبطه والرسائل المميزه بتجمع والاعدادات. تمام كده. تمام. هنضغط على كلمه رساله الرقم غير محفوظ دي كده، طبعا هنكتب اي رقم كده عشان نشوف الشات بس من جوه عامل ازاي، نشوف بس شكل شات النسخه ونشوف الجمدان كله بقى، لان الجمدان كله في الشات بتاع النسخه من جوه، حاجه روقان الروقان. الشات ده بتاعنا من جوه، شكل الشات من جوه كده حاجه جامده جدا. عندك تسجيل الفويس هنا كده مش في الجنب هنا. تمام. وعندك مكانه اللي اعمل لايك دي، شايف الرساله ديت بتفكرك ان انت تعمل لايك للفيديو. تمام. عندك برضك ميزه ان هي بترمي فيروسات ايفون واندرويد في الشات. تمام. بص اهيت، بص فيروسات ايفون واندرويد. تمام. في قلب الشات مفيش اي مشكله. عندك لو عايز تفتح تذكر هنا في الجنب اهيت مفيش اي مشكله. ولو جيت على الثلاث شرط عندك برضك بيقول لك رابط تواصل مباشر لو عايز تعمل لينك شات. تمام كده انت بتعمل لينك شات للشخص اللي انت بتكلمه. دلوقتي بقى ناخد اخر رقمين في الباسورد 66. لو ما شفتش اول رقمين اسمع الفيديو من الاول عشان تعرفهم. تمام كده. تمام. طبعا يا حبيب قلبي نسخه قدامك اهيت، حاجه جامده جدا، فيا ريت تقدر تعبنا بلايك وكومنت لان جايب لك افجر نسخه واتساب. تمام. تمام يا قلبي. بص بقى ركز معايا كده، نيجي نفعل اللون الفاتح. طبعا زي ما انا قلت لك هنفعل اللون الفاتح مفيش اي مشكله، اللي هو اللون الفاتح برضك في النسخه جامد جدا، جامد فوق ما تتخيل. طبعا النسخه متمدده معاك يعني مش هتطلب تحديث دلوقتي خالص، ده اللون الفاتح اهوت رايق جدا في النسخه.
وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى كل نسخه عجبتكم، ويا ريت اللي النسخه عجبته ما ينسناش من لايك وكومنت، لان احنا بنتعب جدا قبل ما نعمل النسخ ديت، فقدرنا بلايك وكومنت كده. طبعا لو ما سمحتش الباسورد اسمع الفيديو من الاول، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام يا احلى متابعين.